عندك 21 سنة وانت اللي مسؤول عن مكان اه صنايعي بقالك قد ايه؟ السلام عليكم، لقاء مع مغترب ومن داخل العمل. دلوقتي معانا اتنين مصريين صغيرين في السن واصغر شيف مصري لشركة بنتيرا في فرنسا. الاستاذ احمد، عندك كام سنة؟ 21. وحضرتك اسمك؟ محمد كبير عندك كام سنة؟ 24. 21 سنة هو اللي مسؤول عن الشنط دوت. ده مبنى تبع الحكومة هنا، اللي ماسكه في الدهانات البنتيرا. يا جماعة أي حد بيتابعنا من أي مكان في العالم، البنتيرا اللي هو النقاشة، ده الشيف اللي مسؤول هنا عن الشنط الكبير ده. وده طبعا محمد، شيف مسؤول تبع شركة ستاف ديزاين، شركة الجبس البلدي، الشركة الوحيدة للجبس البلدي في فرنسا. ده الشيف اللي مسؤول هنا. فعاوزين نوجه رسالة للناس ان دول ناس شباب زي الورد صغيرين في السن، ومع ذلك قدروا يثبتوا وجودهم هنا. الحمد لله قادرين نثبت وجودنا هنا في المكان، بقالنا هنا حوالي سنة في نفس المكان دوت، والحمد لله نبقى عندك 21 سنة وانت اللي مسؤول عن مكان اه صنايعي بقالك قد ايه؟ بقالي هنا في فرنسا 4 سنين، بس كنت في مصر بتعلمها، كنت شغالها في مصر. يعني انت شغال بقى وانت طفل فيها بقى. بالظبط كده، كان عندي حوالي بتاع 10 11 سنة في الأجازات، بعد أجازة المدرسة كنت أشتغل فيها. بتتعاملوا ازاي مع بعض مع انك عندك 21 سنة وانا شايف الناس هنا كلها اكبر منك في السن؟ بالحب، بنتعامل معاهم بالحب والأدب والاحترام. ازاي كشاب عندك 21 سنة قادر تدير الشباب اللي معاك؟ والله هو في الاول وفي الاخر يعني الاحترام قبل كل شيء، والناس محترمه، كل الناس اللي معانا راكب محترم، ويعني يسمعوا الكلام، احنا معاهم بالاحترام. اللي تقدر تعمله احنا معاك، اللي لا احنا بنتعامل كلنا مع بعض اخوات. طب لو واحد جالك صنايعي ولسه جديد ومش قادر يعمل حاجة، بتعلمه ولا بتحاول تبين له ان انت احسن منه؟ لا ما فيش الكلام ده عندنا، يعني لازم نتعلمه. ما فيش انك تشوف نفسك على حد، لان كلنا في الاول وفي الاخر زي ما قلت لك احنا اخوات، وكلنا مصريين، وفي ناس تانية مش مصريين معانا برضو في الكيب، سودانيين وجنسيات تانية اخرى. كلنا اخوات مع بعض، اللي ما بيعرفش يعمل حاجه بيتعلمها عادي. ثابتين وجودكم هنا بنسبة كام في المية وسط الناس او الشركات؟ انا شايف المبنى ضخم جدا تبع الدولة، مبنى كبير جدا. ثابتين وجودكم بنسبة كام في المية؟ الحمد لله احنا الشركة الرابعة اللي تدخل هنا بنتيرا، وقدرنا نثبت وجودنا بنسبة كبيرة جدا، تعدي 90% الحمد يعني لله. 4 شركات بنتيرا وانتوا ثابتين وجودكم احنا وسطهم. الحمد لله ثبتنا وجودنا، الشركات التانية كلها مشت، واحنا اللي ثبتنا وجودنا وفضلنا موجودين. انت 24 سنة وشفت الناس اللي شغالين مع ميسيو سامح ابو زيد، شركة ستاف ديزاين للجبس البلدي. انت تقريبا اصغر واحد فيهم. اكيد طبعا أيوة. بتتعامل مع الناس الكبيرة ازاي؟ احنا كمصريين عندنا حساسية لما يبقى واحد اصغر مني في الشغل وبيعاملني ان هو رئيسي او كده. ازاي؟